نشر مؤخرا رشيد نيني مدير جريدة الأخبار في العمود شوف مقال حول مشاريع الإصلاح اللي جات بها خارطة الطريق 2022-2026 والمنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية في المغرب. وفي هذا المقال كيوصف البرامج والمشاريع الإصلاحية ديال الرؤية الاستراتيجية وكأنها نسخة طبق الأصل للبرامج والمشاريع اللي كان جا بها المخطط الاستعجالي في الفترة ما بين 2008 و 2011 في عهد لطيفة العبيدة اللي كانت آنذاك كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم. وقدم مجموعة من المقارنات كتستوجب منا الوقوف والتمعن والتحليل في كل المعطيات اللي قدمها، وربما تتضح لنا الرؤية نحن أيضا ونخرج بنتائج واستخلاصات وعبر. في المقدمة ديال العمود ديالو شوف كيقول رشيد نيني بأن ميزانية التعليم وصلت ل 74 مليار درهم في مشروع قانون المالية نتاع 2024، أي بزيادة 5 المليار نتاع الدرهم. وكيقول بأن هذه الميزانية كيعتبرها مقارنة مع ميزانية المخطط الاستعجالي اللي كان في الفترة ما بين 2008 و 2011 في عهد لطيفة العبيدة اللي شغلت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مجرد بقشيش ولا بوربوار، لأن هذا المبلغ الضخم اللي تعطى الميزانية نتاع قطاع التعليم غادي تصرف في سنة واحدة مقارنة بالمخطط الاستعجالي واللي كانت الميزانية ديالو حوالي 40 مليار درهم واللي تصرفت على مدة 3 سنوات. بالإضافة لأن ميزانية التعليم غادي تزاد بواحد القيمة د 4 المليار درهم كل سنة حتى أفق سنة 2026. وكيتساءل مادام المشكل ماشي مادي بدليل هاد المبالغ الخرافية اللي كتعطى لقطاع التعليم، فعلاش التقارير اللي صاحبة الميزانية كتشير بأن نسبة مهولة ديال الهدر المدرسي وصلت ل 300 ألف تلميذ كيغادروا المدرسة ولا غادروا المدرسة في الفترة ما بين 2018 و 2022، وأن ثلثي الحاصلين على شهادة ما كيكملوش السنة الجامعية الأولى ديالهم. وجا في العمود في التفاصيل ديال الميزانية ديال التعليم بأنها تخصصت 14 مليار ديال الدرهم للاستثمار، وهاد الميزانية هي 3 أضعاف الميزانية اللي كانت مخصصة للمخطط الاستعجالي ديال 2008-2012. وتيقول بأن كما الميزانية ديال المخطط الاستعجالي خلقت واحد المجموعة ديال الأغنياء الجدد وكيشير الآمرين بالصرف ومسيري المصالح المادية والمالية، فبالنسبة الإصلاحات والمشاريع الإصلاحية اللي كتقدمها الرؤية الاستراتيجية 2022-2026 في كتير من المؤشرات والدلائل التدبيرية والتكوينية كتبين بأن القادم أسوأ بكثير في مجال الهدر المالي، وهادشي كله بلا أدنى نتيجة تذكر. وبدا كيقوم بواحد المقارنة ما بين المشاريع اللي جاء بها المخطط الاستعجالي والمشاريع اللي جات بها الرؤية الاستراتيجية 2022-2026، وبدا بالمجال التربوي. قام الفريق العمل التابع للوزير وكلهم من خريجي مدارس البعثات والمدارس العليا الفرنسية واللي كيسميهم كاتب العمود بمكلفون بمهمة، قاموا بعدة مشاورات ووصلوا الجزم بأن أصل المشكل في التعليم هو المثلث المكون من التلميذ والأستاذ والمدرسة، وهي نفس الخلاصات اللي وصلت لها المشاورات اللي كانت تمت قبل ما يكون المخطط الاستعجالي. لكن الغريب في الأمر هو أن المشاريع اللي تبرمجت في الرؤية الاستراتيجية هي تقريبا نفس المشاريع اللي تبرمجت في المخطط الاستعجالي، الاختلاف كاين فقط في التسميات كيف غادي نشوفوا.